يب، اللي مكتوب في عنوان الفيديو ده صح 100%. متأكد انك بعد ما تشوفه هتقتنع زي انه امفيبيا احسن من بيت البومة بكتير، وانه بيت البومة ما يستاهلش انك تتفرج عليه اصلا. طبعا يجي واحد من بعيد ويقول لي انت ليه بتقارن مسلسلين مختلفين ببعض؟ ردي عليك هيكون امفيبيا وبيت البومة مش مختلفين، كل حاجة تقريبا في المسلسلين متشابهة، ما عدا الحاجات اللي خلت مسلسل امفيبيا يكون احسن بمليون مرة من بيت البومة. على سبيل المثال المسلسلين بيتكلموا عن بنات بيتنقلوا لبعد تاني، والاتنين فيهم الشخصية الشريرة شخص بيحكم البعد ده، والاتنين كانوا فيهم شخصيات من البعد ده بتحمي البنات دي. بس الفرق انه بيت البومة في شخصية واحدة بس بتتنقل للبعد ده، في حين امفيبيا في 3. غير طبعا اختلاف العالم اللي هم فيه، ده عالم ساحرات والتاني عالم ضفادع. ولكن مع كل التشابهات دي امفيبيا احسن بكتير من بيت البومة، واسباب كتير لده. وأول سبب فيهم هو الشخصيات الرئيسية. زي ما قلت من شوية الشخصيات الرئيسية هم البنات اللي انتقلوا للأبعاد دي. بس ليه شخصيات أمفيبيا الرئيسية أحسن من شخصية بيت البومة؟ إجابة السؤال في السؤال نفسه، شخصيات قصاد شخصية واحدة. فأمفيبيا عندنا 3 شخصيات رئيسية اتنقلوا لعالم أمفيبيا، آن واللي هي الأساس اللي بنقضي معاه معظم الحلقات، ومارسي وساشا. في حين بيت البومة في شخصية واحدة واللي هي لوس اللي بتتنقل لعالم الساحرات. 3 شخصيات قصاد شخصية واحدة، لا وكمان لوس شخصية، يعني الشخصية الرئيسية فيه شخصية ملونة، ده لوحده سبب كافي انك ما تتفرجش عليه. وشخصيتها شخصية مملة وجت في مليون حاجة قبل كده، شخصية متفائلة بتحب السحر وعايزة تتعلمه. في حين أمفيبيا في شخصية آن اللي بتمثل الشخصية المهملة الكسولة، وساشا الشخصية المتسلطة اللي بتتحكم في كل الناس، ومارسي هي الشخصية الدحيحة اللي دايما تركيزها ضايع على ألعاب الفيديو وغيرها. لاحظت حاجة؟ كل الشخصيات اللي في أمفيبيا فيها عيوب، وكل شخصية منهم بتمثل عيب محتاج يتغير. وده الهدف من مسلسل أمفيبيا ومحور القصة الأساسي. الهدف هو إنك تحاول على قد ما تقدر تحسن من نفسك للأحسن، وإنك تطور نفسك على قد ما تقدر، وما تقبلش عيوبك على إنها أمر واقع ومستحيل تتغير. في حين بيت البومة بيقول العكس، وإنه أنت لازم تتقبل نفسك زي ما أنت، وإنه أي عيوب فيك دي مش عيوب، الناس بس هي اللي مش فاهماك. من الآخر أنا كده، واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط. واحد بيدي أمل للناس إنه أي عيوب فيك ممكن تتغير، التاني بيقول لك ليه تتغير أصلا، وده سبب تاني يخلي أمفيبيا أحسن من بيت البومة. بس إذا لسه شايف إنه بيت البومة يستحق الدوشة اللي حواليه وإنه مسلسل خرافي، ركز لي على عمود أي مسلسل أو قصة. الشخصية الشريرة. في بيت البومة هو بيلوس الإمبراطور اللي قسم السحر لأقسام مختلفة ومنع السحرة إنهم يتعلموا أكتر من نوع سحر واحد. بيلوس شخصية غبية من كل النواحي، لأنه عمل حاجات شريرة كتير بدون أي مبررات واضحة أو منطقية. كل تصرفاته مبنية على كره للسحرة وإنه عايز ينهيهم. قضى حياته كلها بيصطاد السحرة وضيع عمره كله في البويلينج آيلز عشان يموتهم كلهم. حكم العالم كله وغير فيه، وبقى عنده جنود لا تعد ولا تحصى وسحرة متمرسين في كل أنواع السحر، وهو نفسه بيتعلم إزاي كبشري يستخدم السحر، وبعد كل ده يقرر إنه يموتهم كلهم. ده تخلف مش شر. أما على الجانب الآخر أمفيبيا الشرير الرئيسي بتاعها هو أوكي، الشرير هنا ممكن يكون في حرق للقصة، فلو ما شفتش أمفيبيا لسه ومش عايزه يتحرق لك روح الدقيقة دي. الملك أندرياس اللي على عكس المتخلف التاني عنده سبب مقنع لشره، وهو انه عايز حضارة أجداده اللي مبنية على احتلال الأبعاد التانية تستمر، وانه يسترجع مجد شعبه. التاني كان هدفه الشر لمجرد الشر أو الكره، لكن ده عنده سبب واضح ومنطقي. الشخصيات الثانوية كمان ضعيفة في بيت البومة، مش بس ضعيفة، سطحية كمان. في نفس الوقت اللي قدم فيه أمفيبيا عالم مليان بشخصيات متنوعة بأهداف مختلفة وبقصص مختلفة بتدي وزن لكل حلقة بنستكشف فيها شخصية جديدة أو بنعرف هدف من أهدافها. والحلو هو أنه زي ما قلت كل الشخصيات هنا بتتغير فعلا للأحسن، بتتعلم تحقق هدفها وتحسن من نفسها. كل الشخصيات اللي بتظهر ليهم قيمة حقيقية، في حين بيت البومة مركز على كم واحد وسايب بقية الشخصيات بدون تغيير أو بيغيرهم بشكل مفاجئ. ولكن في رأيي السبب الحقيقي اللي خلى أمفيبيا أحسن هو الخلاف اللي بين ساشا وآن.
لأنه فعليا السبب اللي خلاني أستنى كل حلقة وأنا متحمس، لأني عايز أعرف إزاي يتحل الخلاف أو إزاي هيتعدل. بيت البومة كان عنده حاجة مشابهة بين الأختين إيدا وإيدرين، ولكن الخلاف انتهى بشكل بيض وبسرعة في الموسم الأول، في حين خلاف آن وساشا بيفضل تقريبا طول المسلسل. اللي عايز أوصله هو أن الدراما في بيت البومة أسوأ بكتير من أمفيبيا. طبعا واحد هيجي من بعيد برضو يقول لي هاي بس بيت البومة فيه أكشن أحسن. هقول له لا، الأكشن في أمفيبيا أحسن، والدليل أنه حلقة تو كولرز الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني في أمفيبيا كانت ولا تزال من أحسن حلقات الأنيميشن اللي شفتها على الإطلاق. بل كمان الحلقة كان في أولها تحذير من بعض المشاهد العنيفة. من غير كلام بيت البومة سيء، والسبب الوحيد اللي مخلي الناس تتكلم عنه هو أنه مسلسل الشخصية الرئيسية بتاعته وده بياكل مع الناس اللي بره. لكن لو هي كانت شخصية عادية ما كانش حد هيشوفه حلو، بل العكس، كانت الناس كلها هتتكلم عن خيبة الأمل اللي فيها المسلسل. عايزين خيبة أمل إيه أكتر من المشيرين اللي كان بيلوس بيستخدمه الكوليكتر، واللي ممكن فعليا يغير العالم للي هو عايزه، وبعد ما كانوا عمالين يحسسونا انه اشر كائن في الوجود وانه محبوس لانه خطر على العالم وان تحريره هو نهاية العالم، فعليا طلع عيل صغير عايز يتحكي له قصة قبل النوم وممكن يضحك عليه بكلمتين. من الاخر كل الشخصيات اللي في عالم بيت البومة رخيصة ومملة، واولهم الشخصية الرئيسية، بعكس أمفيبيا اللي كانت كل الشخصيات فيه حتى لو مش رئيسية ممتعة ومثيرة للاهتمام. كل حلقة كانت بتبين جزء من العالم أو حاجة عن شخصية من الشخصيات اللي في العالم، في نفس الوقت اللي بتتحرك في القصة ناحية نهايات ملحمية مليانة إثارة وأكشن وحماس. من الآخر بيت البومة وحش لأسباب كتير جدا، منها إنه كان تقليدي بشكل ممل، وكل حاجة كانت ممكن تخلي المسلسل كويس بوظوها. القصة سخيفة بأفكار سيئة وبشخصيات مملة ومتوقعة وبأحداث طفل عنده 6 سنين ممكن يكتب أحسن منها. ده غير طبعا أشرار أهدافهم غبية، واحد مختل عقليا والتاني عيل صغير. في النهاية في سبب ورا إن ديزني لغت الموسم الثالث لبيت البومة وخلتهم يخلصوا المسلسل في 3 حلقات بس. المسلسل فشل بكل المقاييس، ومنصحش أي حد يضيع وقته ويتفرج عليه، بل على العكس أنصحكم تنشروا الفيديو ده وتبعتوه للناس اللي كانت هتتفرج عليه عشان نلحقهم قبل ما يضيعوا وقتهم في مسلسل فاشل سبب نجاحه هو أن الشخصية الرئيسية ملونة. وأخيرا خلصت الفيديو ده أخد وقت طويل جدا عشان يتعمل. لو عجبك الفيديو ده، وهو أكيد عجبك لأنك شفته لحد الآخر، حط لايك واكتب لي في الكومنتس رأيك في الفيديو، ولو عايز تشوف فيديو تاني شوف الفيديو ده.